اهلا بحضراتكم. النهارده الفيديو باذن الله مهم جدا جدا جدا، وهيديك مفاتيح واساسيات في عمليه التربيه والانتاج. انت عشان يبقى مطلوب زي اي حد بيربي، مستهدف ان يبقى عندك حمام منتج، حمام بصحه جيده، او فراخ منتجه، فراخ بصحه جيده، او طيور زينه منتجه، او طيور زينه بصحه جيده، او اللارج انيمال عامه. عشان يبقى عندك حمام او طيور مناعتها عالية، خالية من الأمراض، إنتاجها كويس، توفر التكاليف، تستمتع بالتربية وتستمتع ببديع خلق المولى سبحانه وتعالى. هنحافظ في الفيديو ده على حاجة، أو هنقول على جهاز موجود في جسم الطيور دي والكائنات ديت. لو حافظت عليه زي الإنسان هتاخد أفضل إنتاجية وهتستمتع وبدون تكاليف أو بأقل تكاليف ممكنة. ايه هو الجهاز ده او ايه هو العضو ده؟ الكبد. الكبد مهم جدا جدا، وفي فيديوهات تفصيليه اتكلمنا فيها عن اهميه الكبد في جسم الطيور. هو المسؤول عن عمليه التمثيل الغذائي، عمليه الهضم، الانزيمات، المسؤول عن برضو عن المناعه. فدايما عشان نحافظ على طيورنا ونحافظ على كبد الطيور بصحه جيده، ودايما لما تيجي تشوف اي طيور فيها اي مشاكل تبدا تلاقي الكبد لونه متغير او شكله متغير او متضخم او فيه اجسام غريبه او الوان غريبه. طيب باختصار شديد، احافظ ازاي على كبد الطيور عندي؟ احافظ ازاي على ايا كان نوعها؟ عن طريق حاجتين اتنين. اول حاجه عمليه التغذيه. عمليه التغذيه يعني ايه عمليه التغذيه؟ ان انا اقدم غذاء صحي لطيوري، غذاء مناسب لطيوري، وجبات بانتظام. سواء الطيور دي منتجه، قلنا بالنسبه للحمام باختصار شديد بنقدم وجبه واحده في اليوم لو شبابات، او حمام غير منتج. لو منتج بنقدم وجبه في الصبح بدري، طبعا ده الاوقات اللي يفضل فيها، ووجبه قبل اخر اليوم او قبل الغروب، عشان لو في الشتاء تدفي الحمام، وعلشان لو احنا في الصيف تقلل الاجهاد الحراري اللي على الحمام او الفراخ. جميل. برضو كذلك لو فراخ بياضة او فراخ التسمين، طبعا لها معاملات خاصة. فطيب انت دلوقتي قلنا بالنسبة للتغذية مواعيد، تثبيت مواعيد محددة لتقديم الوجبات، تقديم وجبات بكميات محددة، حبوب، خلطة حبوب أو غذاء أو علف صحي خالي من المسببات الفطرية، خالي من أي شيء غريب، حشرات، لأن دي كلها الفطريات والحشرات. الحشرات بينتج عنها فضلات، بينتج عنها سموم فطريات، والفطريات بينتج عنها سموم فطرية، والسموم الفطرية دي مشكلة، والوقاية خير من العلاج. تمام. طيب يبقى انا بقدم حبوب طازه من مصدر جيد موثوق منه، بعلف متوازن. وقلنا في فيديوهات تفصيليه عن القناه هنا ازاي اعمل تركيبه علف متوازنه لكل نوع من انواع الطيور. جميل. نرجع بعد التغذيه. في حاجه طبعا من ضمن التغذيه بنضيفها في ميه الشرب اسمها الاضافات. طبعا انت لو اعتمدت على ماء شرب نضيف وضفت اضافات طبيعيه زي الاعشاب، كلوا ورعوا انعامكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلوا ورعوا انعامكم. انت لو ضفت مثلا بقى منك شويه حلبه، شويه شاي، ضفتهم في المسقى للفراخ، انا بتكلم او للحمام، انا بتكلم على مستوى المربي الصغير، وده المستهدف بتاعي. لان طبعا لو ناس بتربي على نطاق مزارع او نطاق كبير بيبقى فيه معاملات تانية بتبقى اقل تكلفه وافضل يعني كفاءه. كل حاجه لها حاجات. فاحنا دلوقتي بننهض بصغار المربين في اي مستوى، وده مستهدف قناتي. طيب نيجي بقى بالنسبه للاضافات. قلنا الاضافات الطبيعيه، وعاملين هنا اضافات طبيعيه للاعشاب بنضيفها للطيور في ماء الشرب او المطهرات، وقلنا توقيتاتها واوقاتها وافضل نسب ليها. انت لو حافظت على كده، انت كده بالنسبه لعمليه التغذيه انت كده وصلت ل50% من عمليه الحمايه المثلى او عمليه الحمايه المطلوبه. طيب 50% التانيين او المعامله التانيه ايه هي؟ عمليه الرعايه. ايه هي عمليه الرعايه؟ دورك انت بقى كمربي. هو اي حد ما ممكن يجيب طيور ويحط لها اكل وميه، مش هي دي التربيه. لا، عمليه الرعايه ان انا ابدا ازاي اجهز مكاني يبقى مناسب لطيوري، مكان خالي من الحشرات، مكان خالي يعني بص بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، دولت زغاليل كده يعني عمر شهر ونص همت، وسبحان الله لا تبارك الله يعني ما شاء الله، ربنا يبارك لنا ويبارك لكم يا رب. طيب انت دلوقتي
مكان خالي من الحشرات، اضاءه كويسه، تهويه كويسه، مفيش تيارات هواء مباشره، الحاجات اللي احنا افرضناها في الفيديوهات السابقه كلها على القناه، واللي ينطبق على الحمام ينطبق على الفراخ مع اختلافات بسيطه. برضو شده الاضاءه، عدد ساعات الاضاءه، عمليه اللق وعمليه الفصل وعمليه تريح الحمام، ايه اللي بيحصل اثناء فتره القلش، عدم اجهاد طيورك، عدم كثره امساك طيورك او ازعاجها او تفزيعها. انت لو طيورك حبتك ووفرت لها مكان هادي وجو هادي، ده بيأثر طبعا، انهم الا امم امثالكم، بيأثر على نفسية الطيور، بيأثر على جودة الطيور، على صحتها. فلو انت رعيت طيورك بشكل كويس ووفرت لها غذاء كويس، انت كده عملت حماية للكبد عندك. طبعا السموم الفطرية ما بتخلاش منها الحبوب او العلف اللي احنا بنقدمه للطيور، سواء الاصابة حصلت في الحقل اثناء في عمليه الزراعه او عمليه التخزين او عمليه التداول. فبالتالي انا في اضافات بضيفها في ميه الشرب، علشان سواء الاضافات دي اضافات طبيعيه اعشاب او مستحضرات بيطريه، سواء بيولوجيه او كيماويه. وانا قلت هنا مضادات السموم في حاجات موجوده في كل بيت متاحه، وفي حاجات ممكن تجيبها من على البيطري، واللي ان شاء الله بتوصل بيهم لاحسن انتاجيه وافضل انتاجيه. حتى اما تيجي تذبح الزغيره عندك او تذبح طيورك وتشوف، بتلاقي بسم الله ما شاء الله الكبد بتاعها بحاله جيده وبحجم كويس وبلون وبشكل جميل. يبقى انت كده عندك فرد كويس وخدت باسباب النجاح والتوفيق من رب العالمين. اتمنى ان الفيديو ده يكون بيفيد حضراتكم، واتمنى ان انتوا تدعموا قناتنا او قناتكم باللايك والشير، لان انتم سفراء للقناه دي، والدل على الخير كفاعل. وانتظار تعليقاتكم ان شاء الله. لو في اي موضوع حابين نناقشه او نتكلم فيه، انا تحت امر حضراتكم. انا حبيت اكد من الفيديو ده على اهميه الكبد في عمليه المناعه، اهميه الكبد في عمليه التمثيل الغذائي. طبعا كبد الطيور مهم جدا جدا جدا، وانا حبيت اوصل معلومه باختصار شديد وباسلوب مبسط عشان توصل للجميع. حافظ على طيورك، غذي طيورك بشكل كويس، راعي طيورك بشكل كويس، ربنا هيكرمك ان شاء الله، لان ربنا ما بيضيعش تعب حد، وربنا بيوفق ان شاء الله. طبعا هتوفر تكاليف علاج، وهتوفر تكاليف مشاكل كتير. هتلاقي الطيور مثلا لا قدر الله، يعني اي حاجه هتجيلها لا قدر الله، هتلاقي في حائط صد اسمه المناعه، ده هيصد وهيرد قدام اي حاجه. واي لا قدر الله دور هيجي للطيور على مر فتره التربيه، لان الحمام معمر وقلنا اعمار بيقعد لسنين. اي دور هيجي ده يعتبر زيه زي الانسان كده، بيكسبوا مناعه وبيكسبوا قوه وبينتج منه اجيال اكثر مناعه واكثر قوه. اتمنى ليكم ولطيوركم السلامه ان شاء الله، وتابعونا في مزيد من الفيديوهات على قناتكم الشرور الحمام على اليوتيوب. وطبعا اللي حابب يعرف نوع الحمام ده ايه، وطبعا كل واحد بيربي الحاجه اللي هو حاببها واللي عينه حباها واللي هو قادر يخدمها وقادر يراعيها. في انتظار استفساراتكم وتعليقاتكم ودعمكم للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.